تعالى معايا يلا. هنبدأ نحل في مذكرة توجيه الدقهلية. أول نموذج في الألجبرا. فأول سؤال بيقول لي if n1 of x equal 1 over x minus 3 n2 of x equal 9 over x plus 8 then the domain of n1 minus n2. هو الدومين of n1 minus n2 هو نفسه الدومين بتاع الاتنين دول، يعني سواء هتعمل minus أو هتعمل plus الدومين بتاعك هيكون r minus. الحاجات اللي هتخلي الدينومينيتور هنا بزيرو هي ال 3، والحاجة اللي هتخلي الدينومينيتور هنا بزيرو هي النيجاتيف 8. يبقى بالتالي r minus 3 ونيجاتيف 8. في question 2 بيقول لي if the two equations x plus 2y equal 1 2x plus ay equal 5 have one solution. عندهم one solution معنى كده ان حصل ما بينهم intersection، يعني السلوب مش زي السلوب. حصل ما بينهم intersection يبقى هما مش parallel، وبالتالي السلوب مش زي السلوب. طيب بيقول لي then a belong to r minus، فاحنا هنروح نشوف ايه اللي هيخلي السلوب بتاع ال two equations زي بعض، ونقول له ال a ما ينفعش تكون بالرقم ده. فهنا هروح اقول له السلوب بتاع الايكويشن الاولى هو negative coefficient of x اللي هو negative 1 over coefficient of y اللي هو 2، وهنا coefficient of x اللي هو 2 هناخد النيجاتيف بتاعه برضو اللي هو negative 2، والcoefficient of y اللي هو ايه. هنا انا بقول له ان هما قد بعض عشان اعرف امتى هتكون ال a لما يكون السلوب زي السلوب، واقول له ان ال a ما ينفعش تكون بالرقم ده عشان اشيله، ما ينفعش نعوض بيه، ما ينفعش تكون ال a موجودة بالرقم ده. هنعمل cross multiplication فهتبقى a multiply negative 1 أو ال a على طول equal negative 2 multiply 2 divided negative 1، واللي هتطلع معايا ب negative 4 over negative 1 يعني 4، فتبقى الإجابة هنا 4. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت ما ينفعش تحط الاكس ب 4، لانك لو حطيت الاكس ب 4 ساعتها هتخلي التو equations دول هيكونوا يا اما parallel يا اما coincident على حسب باقي الكيسز اللي بعد كده. ولكن لو الاكس ب 4 فده معناه ان مش هيكون في one solution زي ما هو طلب، فبالتالي ال A ما ينفعش تكون ب 4. حط اي رقم مكان ال A ولكن ما ينفعش يكون 4. في question 3 بيقول لي if x plus y equal 15 then x minus 10 all to the power 3 plus y minus 5 all to the power 3 equal what. مبدئيا هو عاطيلك الجزء اللي في الأول ده مش عشان تتفرج عليه، هو عاطيهولك علشان أكيد هتستفاد منه. x plus y equals 15، أنا ممكن أقول له إن منها ال x equals 15 minus y، وديت بس ال y الناحية التانية بالنيجاتيف. تمام، وبعدين هشيل ال x دي وأحط مكانها الفاليو بتاعت ال x اللي أنا جبتها اللي هي 15 minus y، وده معناه ان دي هتبقى 15 minus y minus 10 all to the power 3 plus دي هسيبها زي ما هي y minus 5 all to the power 3. لسه عايزين نعرف هي بكام. 15 minus 10 equals 5، فيبقى كده 5 minus y all to the power 3 plus y minus 5 all to the power 3. الاتنين نفس الحاجة بالظبط، بس الفرق ان دي 5 minus y ودي y minus 5. دي عشان اخليها زي دي بالظبط فانا ممكن اخليهم زي بعض تمام، اخليها y minus 5، ولكن بشرط ان انا هحط نيجاتيف قدام. طالما قلبت الماينس بحط نيجاتيف، وهنا plus y minus 5 all to the power 3. هتلاحظ معايا هنا دي y minus 5 all to the power 3 ودي نيجاتيف y minus 5 all to the power 3، وده معناه ان هما الاتنين نفس الحاجة بس واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، فبالتالي تطلع معايا الانسر في الاخر بزيرو عشان هما الاتنين additive inverse لبعض. هنا في السؤال اللي letter B بيقول لي find the value of A و B where 1 و 2 is solution of the two equations. طالما ده solution يبقى نقدر ان احنا نعوض بيه في الايكويشن دي، ونقدر ان احنا نعوض بيه في الايكويشن دي مش مكان ال A وال B، لا مكان ال X وال Y. الرقم الاولاني هو ال X والرقم التاني هنا هو ال Y. اوكي، طيب هشيل الاكس من هنا واحط مكانها 1 فهيبقى a plus هشيل الواي واحط مكانها 2 يبقى 2b plus 5.
اللي احنا ممكن نخليها equal negative 5 عادي. وهنا هنشيل برضو ال x وهنحط مكانها 1 فهتبقى 2a بلس ال y هشيلها واحط مكانها 2 فهتبقى 2b equal دي هتروح الناحية التانية تبقى 2. طيب دلوقتي احنا عندنا 2 equations. لو انا قلت له by subtracting ال 2 equations لان زي ما انت شايف هنا في 2b وهنا في 2b جاهزين زي بعض بالظبط، فبالتالي هقول له مثلا لو دي 1 ودي 2 فهقول له by subtracting 2 from 1 أو 1 from 2 as you like، بس خد بالك من الترتيب اللي انت هتقوله له. by subtracting 2 from 1 اللي بيجي بعد كلمة from بيتكتب الأول، يبقى هنا a plus 2b equal negative 5 وتحتها 2a plus 2b equal 2. هنا a minus 2a تبقى negative a، دي minus دي 0 راحوا مع بعض equal negative 5 minus 2 يبقى negative 7، فتطلع معاك negative a equal negative 7 يبقى ال a ب7. لما جبت ال value بتاعت ال a اقدر دلوقتي اعوض في ال 1 او ال 2. او ما يقولوا مثلا from 1 هنشيل ال a هنا ونحط مكانها negative 7 فهتبقى negative 7 plus 2b equal negative 5، يعني 2b equal negative 5 plus 7 يبقى 2b equal 2 فتبقى ال b بس equal 1. تاني احنا في هنا ساين ال a ب7 مش بنيجاتيف 7 صح، ال a ب7 مش بنيجاتيف 7 يبقى دي هنا دي هي اللي بماينس عفوا، يبقى دي نيجاتيف 12. ظبط يبقى دي نيجاتيف 12 يبقى دي نيجاتيف 6. يبقى هنا ال b equal نيجاتيف 6 وال a equal 7. احنا شلنا ال a وحطينا مكانها ال 7 هنا وطلعنا منها الفاليو بتاعت ال b وطلعت معايا ال b بنيجاتيف 6. هو كان طالب مني ايه؟ كان طالب مني الفاليو بتاعت ال a وال b. طب ال a وال b انا هديهم له كده وبس، دي الفاليو بتاعت ال a دي الفاليو بتاعت ال b، لا هحطهم في ordered pair ولا هحطهم في solution set لان دي مجرد values هو كان طالبها مني في السؤال، لا قال لي هات solution set ولا دول x و y عشان احطهم له في ordered pair وبس كده. هنا في question 2a في ال choose بيقول لي a card is drawn randomly from some cards numbered from 1 to 50. The probability of this card contains a non-perfect square. يعني ايه non-perfect square؟ هو اولا يعني ايه perfect square؟ قال لي perfect square ده يا سيدي هو النمبرز اللي بيكون ليها square root ويطلع whole number، زي مين؟ زي الزيرو زي ال1 زي ال4 زي ال9 وال16 وال25، الارقام اللي لها square root وبيطلع ايه؟ whole number. طيب دول كده اسمهم perfect square. في ارقام تانية بتكون اسمها perfect cube زي الزيرو برضو زي ال1 وزي ال8 وال27 وهكذا. طيب دلوقتي انت بتقول لي انا عايز ال non perfect square. طيب ما هو انا اصلا عندي كام perfect square من ال1 لل50؟ عندي ال1 وعندي ال4 وعندي ال9 وعندي ال16 وعندي ال25 وال36 وال49. كم واحد هما؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 يعني 7 over 50 ده لو انت عايز ال perfect square، لكن انت عايز ال non perfect square يبقى 43 over 50 لان هما كلهم 50، فتبقى الاجابة بتاعتي هي letter B. في question 2 بيقول لي if x square minus y square equal 80 و x minus y equal 8 the mean of the two numbers x and y is. يعني ايه mean؟ قال لي المين ده هو ال plus divided their number، يعني ايه الرقم اللي في النص بتاعهم. ايوه يعني ايه مش فاهم برضو افهمك. كنا احنا اخدنا حاجه قبل كده في الستاتستكس اسمها مين، لما يكون معاك نمبر زي 3 و4 و5 وعاوز تحسب لهم المين بتروح تعمل لهم plus divided their number. 3 plus 4 plus 5 يطلع 12 ديفايد عددهم اللي هو 3 فيطلع معاك 12 divided 3 equal 4، ده المين بتاعهم. هنا المين بتاع النمبرز اللي هو الاكس والواي، يبقى انت اول حاجه محتاجها انك تعمل لهم بلس الاكس بلس الواي. طب هو انا معايا الاكس بلس الواي بكام؟ لا، بس انا عارف ان اكس سكوير ماينس واي سكوير دي ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن فتبقى اكس ماينس واي تايمز اكس بلس واي. ماشي، وبعدين قال لي الاكس سكوير ماينس واي سكوير كلها ب 80 والماينس هو كان عطوهوني ب 8.
وبالتالي يبقى 8 تايمز كام equal 80. يبقى كده الاكس بلس واي بكام؟ ب 10. ما تروحش بقى تقول لي equal 10، لا. ليه؟ لان ده مش المين، ده البلس بتاعهم. طب عشان اجيب المين، قال لي المين بتاع الاكس والواي هيكون البلس بتاعهم اللي هو 10 ديفايدد عددهم اللي هم 2 يبقى كده 5. فيبقى ده المين بتاعهم، البلس بتاعهم divided their number. ده سؤال تراكمي ولكن تقيل شوية عشان دخل كذا حاجة في بعض. احنا علشان نقدر نحسب المين محتاج البلس بتاع النمبرز دي divided their number، عددهم كام. فانا عشان اجيب البلس الاول عملت فاكتورايزيشن لاكس سكوير ماينس واي سكوير، وطلعت معايا x minus y times x plus y equal 80. الماينس انت كنت عطوني ب 8 يبقى البلس ب 10، لان 10 times 8 ب 80. لما جبت البلس ب 10 عملته ديفايد عددهم اللي هو 2، وقدرت ان انا احسب لك المين اللي انت كنت عايزه. طيب في question 3 بيقول لي if x plus 1 over x minus 2 equal 4 then x minus 2 power 2 plus 1 over x minus 2 all to the power 2 equal كام؟ عايزين نعرف equal كام. طيب انا علشان احلها، لاحظ هنا ان انت هنا في x minus 2 جاهزة صح؟ لكن هنا يا مستر في x minus 2 وانا مش عندي هنا غير x بس. طب ما انا عايز دي تكون زي دي، زي اللي هو عاوزها. طب اعمل ايه؟ قال لي انا هعمل subtracting 2 من الايكويشن كلها. يعني الاكس دي هماينس منها 2، وهنا دي بلس 1 over x minus 2 زي ما هي، والفور اهي زي ما هي، ولكن هقول له minus 2 جنب منها. ليه؟ لان انا عملت minus 2 من الايكويشن كلها، يعني عملت minus 2 من السايد ده وعملت minus 2 من السايد ده. ماشي، وبعدين فبقت دي شكلها معايا x minus 2 زي ما هو عايز، بس لسه الباور 2 هنجيبه له دلوقتي. وهنا x minus 2 دي جاهزة، باقي بس ان انا ال 4 minus ال 2 دي تبقى 2، فممكن نكتبها له على طول يبقى دي 2. ماشي يا مستر، احنا كده ظبطنا شكلهم بس لسه الباور. اجيب الباور ازاي؟ هعمل للطرفين باور 2، يعني هعمل سكوير للتو سايدز. يعني ايه؟ مش فاهم. هعمل باور 2 للسايد ده، السايد ده هعمل له باور 2، والسايد ده كمان هعمل له باور 2. طيب ده لما باجي افكه، ده حاجة بلس حاجة باور 2. فلما باجي افكه بفكه square of the first square of the second first times second times 2. square of the first يعني x minus 2 باور 2. square of the second يعني 1 over x minus 2 باور 2. first times second times 2 يعني ده في ده times 2. تعالى كده نجيب نحسبها بجنب. بص، x minus 2 multiply 1 over x minus 2 multiply 2. هتلاقي ان ده راح مع ده multiply 2، فيبقى هنا ما تبقالكش منها غير 2 بس، فيبقى هنا كده بلس 2. كل ده equal كام؟ كل ده equal 4 اللي هو 2 باور 2. طيب هو طالب منك ايه في السؤال؟ طالب مني الفاليو بتاعت ده والفاليو بتاعت ده بس، مش عايز البلس 2 دي. سهل، وديها الناحية التانية. مش عايزها وديها الناحية التانية. فبدل ما هي بلس 2 تروح الناحية التانية ماينس 2، فيبقى دي كده هنا تبقى دي ماينس 2. يبقى الفاليو بتاعت الحاجة اللي انت عايزها اللي هي دي كده، اللي هي x minus 2 باور 2 plus 1 over x minus 2 all to the power 2 equal 4 minus 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2. تبقى دي الفاليو بتاعتها. يبقى تاني كده عملنا ايه؟ اول حاجة انت كنت بتقول لي x minus 2 باور 2 plus 1 over x minus 2 باور 2 بكام؟ انا علشان اقدر اشكل الجزء ده، فانا محتاج هنا جنب الاكس ده هيكون في ماينس 2. فانا عايزه ماينس 2 من دي. مفيش مشكله، اقدر اعملها في الايكويجن بس بشرط زي ما هعمل هنا ماينس 2 لازم اعمل الناحيه التانية كمان ماينس 2. بعد ما عملت من دي ماينس 2 وعملت من دي ماينس 2، كده انا خلصت شكلها بقوا زي بعض، ناقص بس الباور. وعشان اخلي الباورز زي بعض عملت باور 2 للجنب ده بعد ما ظبطته، وعملت باور 2 للجنب ده.
جيت افك القوس ده الباور 2، سكوير اوف ذا فيرست كتبته، سكوير اوف ذا سكند كتبته، ما هو خد بالك اللي فوق باور 1 باور 1 هيفضل 1 زي ما هو، ولسه فيرست تايم سكند تايمز 2، فيرست تايم سكند تايمز 2، فلقيت ان القوس ده راح مع القوس ده ما بقاليش غير ال 2. ايوه طب ما انا مش عايز ال 2، فوديتها الناحيه التانيه ماينس، فبقت الفاليو بتاعت الكلام اللي انت كاتبه ده كله ايكوال كام؟ equals 2، وتبقى دي الإجابة بتاعتك. هنا في letter B بيقول لي if the domain of n of x equal k over x minus 3 plus 4 over x plus m is r minus 3 و negative 4، وكمان خد بالك ان ال n of 2 equal 7. عايزك تجيب لي ال k بكام وال m بكام. حاضر. طيب انت لما قلت لي ان الدومين r minus 3 و negative 4، اشمعنى الارقام دي شلتها من الدومين؟ لان النمبرز دي هتخلي لك الدينومينيتور بزيرو. طيب احنا الدومين بتاع ال n اصلا، الدومين بتاعنا اصلا equal r minus هنا 3 وهنا المفروض تكون negative m. صح صح على حسب اللي مكتوب قدامي. فقارن دي كده بدي كده، ما هي 3 خلاص مكتوبة اهي، يبقى المفروض نيجاتيف 4 هي نفسها النيجاتيف ام اللي مكتوبة، النيجاتيف ام هي نفسها النيجاتيف 4، يبقى الام كده بكام؟ يبقى الام كده ب4. يعني احنا لو حطينا مكان الاكس هنا 4 هيخلي الكلام ده كله بزيرو. فمن هنا احنا لو حطينا مكان الاكس هنا نيجاتيف 4 هتخلي الكلام كله بزيرو، فعرفنا منها ان الام ب4، عشان لو دي 4 ودي نيجاتيف 4 ساعتها هتبقى بزيرو. فهنا انت شايل ان الاكس ما ينفعش تحطها بنيجاتيف 4 عشان الام اللي موجوده دي ب4. فاحنا كده عرفنا الفاليو بتاعت الام، ودي كانت اول طلب انت طلبته. طالب كمان الكي. طب الكي دي فين؟ الكي فوق مش تحت، يعني مش هتيجي عن طريق الدومين. خلاص انت مديلك الدومين عشان تجيب الام وجبنا الام. طب والكي؟ عطيلك ليها طلب تاني وهو ان n of 2 equal 7. فال n of 2 اللي equal 7 دي معناها ايه؟ معناها ان انت تقدر تشيل اي x وتحط مكانها 2 وتقول له ان الكلام ده كله في الاخر equal 7. فانا هاجي هنا هقول له n of 2 equal وابدا اشيل اي x اقابلها واحط مكانها 2. فهنا هشيل الك، لا مش هشيلها عشان انا اصلا هي مش x ومعرفش هي بكام. انا اصلا هو طالبها مني. x دي هشيلها واحط مكانها 2 minus 3 plus ال 4 زي ما هي تحت ال x هنشيلها ونحط مكانها 2 plus ال m ما تنساش ان احنا جبناها ب 4. كل ده equal كام يا مستر؟ كل ده equal 7. k over 2 minus 3 يعني k over negative 1 يعني negative k. k over 2 minus 3 هي نفسها k over negative 1 يعني negative k plus 4 over 6 equals 7. هنودي ال 4 over 6 دي الناحية التانية ماينس، ما احنا عايزين النيجاتيف كي او عايزين الكي نجيبها. فالنيجاتيف كي equal 7 minus 4 over 6. 4 over 6 دي هي نفسها خد بالك في السمبلست فورم 2 over 3. 7 minus 2 over 3 ممكن تحسبها على الكالكوليتر بتاعتك براحتك خالص مفيش مشكلة. لكن احنا هنقول له 7 دي هي نفسها 21 over 3 minus 2 over 3، دي اللي هي النيجاتيف كي، يبقى النيجاتيف كي ب 19 over 3، وبالتالي يبقى الكي لوحدها من غير النيجاتيف بنيجاتيف 19 over 3. دي الفاليو بتاعت الكي. يبقى تاني كده احنا عملنا ايه؟ اول حاجة انت عاطيني الدومين r minus 3 ونيجاتيف 4. ليش معنى الارقام دي شلتها؟ قال لي عشان لو حطيت مكان الاكس 3 او نيجاتيف 4 الدينومينيتور هيكون بزيرو. فمن هنا عرفت ان الام دي لو اتحط معاها نيجاتيف 4 هتكون الحتة دي كلها بزيرو. فعرفت كده ان الام دي ب4، لان التانية لو بقت بنيجاتيف 4 هيبقى كله بزيرو. طيب كده احنا جبنا الام. عشان اجيب الكي رحت قلت له الاف اوف الان اوف 2 equal 7، هشيل كل اكس محطوطة واحط مكانها 2 واقول له ان الكلام ده كله والليلة دي كلها في الاخر هتبقى ب7. رحت شلت كل اكس وحطيت مكانها 2 ورحت قلت له الكلام ده كله في الاخر equal 7. وديت اي حاجه مع الكي الناحيه التانية خليتها لوحدها، لان انا وانا بحل ايكويشن ببقى عارف ان انا محتاج اجيب او اخلي الفاريبل او الانون اللي موجود ده لوحده. فهنا النيجاتيف كي equal 7 minus 2 over 3
يبقى النيجاتيف كي ب 19 over 3، يبقى الكي لوحدها بنيجاتيف 19 over 3، ودي تبقى الفاليو بتاعت الكي، ودي كانت الفاليو بتاعت الام. السؤال اللي عليه الدور بيقول لي the set of zeros of the function f of x equal negative 3x. انا علشان اجيب السيت اوف zeros هروح اخلي الفانكشن كلها بزيرو عشان اعرف ايه الارقام اللي هتخليها بزيرو. فهقول له نيجاتيف 3x equal 0، يعني ال x equal 0. فاللي هيخلي الفانكشن دي بزيرو هو ان ال x تكون بزيرو بس، فيبقى دي الاجابه بتاعتي. يبقى ده السيت اوف zeros بتاعتي. مستر هي ليه مش r minus 0؟ لان ده مش دومين بيقول لك، وبعدين اصلا دي بولينوميال فانكشن الدومين بتاعها بيكون r. يبقى احنا هنا السيت اوف زيروز هي النمبرز اللي هتخلي الفانكشن دي بزيرو، وفرق ما بينها وما بين الدومين عشان دي حاجة ودي حاجة تانية. في question 2 the simplest form of the function n of x equal 3 minus x over x minus 3 where x belong to r minus 3. هو عطلك الدومين ده عشان يطمنك ويقول لك ان الدينومينيتور مش هيبقى بزيرو، ما تخافش، مش هنحط ال x ب 3 فلا تقلق، السؤال صح. طيب انا عشان احط دي في السمبلست فورم، انت هتلاحظ ان اللي فوق هي نفسها اللي تحت، الفرق بس في الميدل ساين، سوري، الفرق بس في الترتيب بتاعهم. طب طالما الفرق في الترتيب بتاعهم، طب ما نرتبهم صح. لو دي 3 ماينس اكس وانا عايزها اكس ماينس 3، من حق ان اعملها بس بشرط ان احط نيجاتيف في الاول. فهتبقى كالاتي، بدل ما هي 3 ماينس اكس اوفر اكس ماينس 3، لا انا هخليها نيجاتيف اكس ماينس 3 من فوق اوفر اكس ماينس 3 من تحت، هي نفسها. لان انا لو دخلت النيجاتيف ده جوه عليهم هيعادلها تاني زي ما كانت. دلوقتي اقدر اطير ده مع ده، مش هيبقى لك غير نيجاتيف 1، ودي تبقى الاجابه بتاعتنا طالما اللي فوق عكس اللي تحت، بس الحكايه كلها في ايه؟ في النيجاتيف. في السؤال اللي بعده بيقول لي if n of x equal مش عارف ايه then the domain of n minus 1. n minus 1 ده اللي هو المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها، وده بنجيب له الدومين بيكون r minus السيت اوف zeros فوق وتحت. اللي فوق هيخليها بزيرو هو ال 3، واللي تحت اللي هيخليها بزيرو هي النيجاتيف 2، فتبقى r minus 3 ونيجاتيف 2 اللي هي letter b، تبقى دي كده الإجابة بتاعتي. في السؤال اللي عليه الدور بيقول لي the difference between the perimeter of two squares 12 centimeter and the difference between the areas of two squares 33 centimeter square. Find the length of side of each square. ماشي. مبدئيا البريمتر بتاع السكوير بيكون side multiply 4، فانا هقول له let the sides of first square is x والsecond square is y. ده السايد الاولاني والسايد التاني بتاع التو سكويرز، يعني في سكوير وفي سكوير تاني، في سكوير السايد بتاعه x وفي سكوير تاني السايد بتاعه y. انت بتقول لي ان الديفرنس ما بين البريمترز 12. طب ثانية واحدة، احنا معانا السايد، يبقى البريمتر بتاعه بتاع السايد بتاعه x هيكون equal 4x، واللي السايد بتاعه y هيكون البريمتر بتاعه 4y. صح؟ صح. انت بتقولي لو عملتهم ماينس هتطلع 12، ده معناه ان 4x ماينس 4y اللي هو البريمتر بتاع الاولاني ماينس البريمتر بتاع التاني هيطلع معايا 12. ما تسيبهاش كده، انت شايف وواخد بالك ان في simplifying في divided 4 تنفع في الايكويشن كلها، اعملها divided 4 فيبقى دي x minus y equal 3. طب هل لو تبقى غلط لو انا ما عملتهاش؟ مش حكاية تبقى غلط، الفكرة ان هي هتسهل عليك اللي جاي. فدي كده اول equation معانا. طيب وبعدين قال لي the difference between the areas of two square 33. طب ما هو لو السايد x يبقى والبريمتر بتاعه 4x، ده معناه ان الاريا بتاعتك هتكون x سكوير والاريا بتاعت السكوير التاني هتكون y سكوير. يعني لو عملت x سكوير minus y سكوير هيطلع معاك 33. اوكي وبعدين ممكن نعمل فاكتورايزيشن هنا او تعمل substituting، تجيب الفاليو بتاعت الاكس وتعوض بقى وتقعد تفك وحبشتكنات. وممكن تعمل زي ما انا هعمل هنا، تقول له انا هعمل فاكتورايزيشن كل ده equal 33، ده difference of two squares x و x، واحدة minus واحدة plus y y.
احنا بص هنا، بص هنا، بص x minus y ب 3، فانا ممكن اشيل دي واحط مكانها 3 times x plus y، وكل ده 33. يبقى كده ال x plus y بكام؟ ب 11. يا مستر طب احنا كده استفدنا ايه؟ احنا كده لا جبنا ال x ولا جبنا ال y. ايوه، بس هنا انا ممكن اقول له انا معايا x minus y equal 3 ومعايا x plus y equal 11. by adding the two equations دي هتبقى 2x، دي هتبقى 0 equal، دول هيبقوا 14. ده معناه ان الاكس الواحدة ب7، يعني السايد السكوير الاولاني هيكون ب7. طب والسايد بتاع السكوير التاني اللي هو الواي، تعال نروح نحط الاكس دي في اللي احنا جبناها ب7 في اي ايكويشن من اللي معانا. مثلا في الايكويشن التانية اللي هي اكس بلس واي، هقول له يبقى 7 plus y equal 11، يبقى ال y equal 11 minus 7، فتبقى ال y equal 4. في الآخر خالص بعد ما خلصت هقوم قايل له then the side length of the first square equal 7 والsecond square equal 4. 4 ايه؟ سنتيمتر، لأن هو كان شغال معانا في السؤال بالسنتيمتر. تمام، دي سنتيمتر سكوير عشان دي كانت اريا، متنساش. يبقى احنا كده جبنا له السايد لينس بتاع السكوير الاولاني والسايد لينس بتاع السكوير التاني. تعالى من تاني نقول عملنا ايه. اول حاجه احنا قلنا ان ال difference between the perimeter of two squares 12. طب ما هو السكوير اصلا البريمتر بتاعه سايد تايم 4، فلو انت جبت السايد عملته تايم 4 ده كده البريمتر، والسايد التاني عملته تايم 4 ده كده البريمتر بتاع السايد بتاع السكوير التاني. لو عملنا الاتنين دول ماينس هيطلع 12 زي ما هو قال، وعملناها فعلا وحطيناها في السمبلست فورم. بعد كده قال لي ان ال difference between the areas of two squares 33. فقلت له طب تمام، انا هروح اجيب الاريا الاولاني والاريا التاني وماينسهم وتطلع معايا 33. عملت فاكتورايزيشن، جبت الفاليو بتاعت الاكس بلس واي، بقى معايا تو equations، واحده من الفيرست ديجري، واحده من اكس بلس واي، وواحده اكس ماينس واي. عملت لهم بلس، طلع معايا الفاليو بتاعت الاكس 7، وعوضت بالاكس اللي طلعت اللي هي 7، جبت الواي ب 4. مستر طب انا لو كنت هروح اعمل substituting، يعني انا كنت هروح اقول له مش x minus y equal 3، يعني ال x equal 3 plus y، وأعوض هنا مكان ال x وأحط مكانها 3 plus y وأفك وأعمل factorization. صح، هيطلع لك مثلا إجابتين، واحدة نيجاتيف وواحدة بوزيتيف. هترفض النيجاتيف عشان ده لينس ما ينفعش يكون نيجاتيف، ويبقى لك واحدة بوزيتيف تعوض بيها فيهم تاني عشان تجيب ال x، وتبقى خلصت نفس الحل ونفس الطريقة. فلو انت عايز تجرب ممكن تجرب تحط الاكس ايكوال 3 بلس واي هنا مكان دي، هيطلع لك كوس باور 2، تفكه وتعمل فاكتورايزيشن وتبدا ان انت تطلع الفاليو بتاعت الواي وبعدها الفاليو بتاعت الاكس. هنا في السؤال اللي عليه الدور بيقول لي find n of x in the simplest form and showing its domain. ماشي، طيب النوع ده من الاسئله ده سؤال ماينس. هنعمل فاكتورايزيشن، هروح اقول له n of x equal، وابدا ان انا اقسم السؤال بتاعي. هعمل فاكتورايزيشن x سكوير بلس 3x بلس 9، انا عايز رقمين التايمز بتاعهم 9 والبلس بتاعهم 3، مش هتلاقي. هتجرب بالكالكوليتر هتلاقي طلع لك حاجات غريبة وجنب منها i اللي هي مش عندك في المنهج. فاحنا في كده فهمنا ان الاكسبريشن ده مش هيتعمل له فاكتورايزيشن، هنسيبه زي ما هو x باور 2 بلس 3x بلس 9. طب وده هيروح فين يا مستر؟ اتقل. ده x باور 3 minus 27، ده difference of two cubes، فانا هروح اعمل له فاكتورايزيشن، قوس صغنطط وقوس كبير. قوس صغنطط اهو وقوس الكبير اهو. هنا كيوب روت للاولاني وكيوب روت للتاني اهو. بعد كده القوس الكبير بجيبه من القوس الصغير اللي هو square of the first square of the second، و first times second يبقى 3x، بس بعكس الساين النيجاتيف دي تبقى بوزيتيف. ولو تهت فهو نفسه الاكسبريشن اللي انت ما كنتش عارف تعمل له فاكتورايزيشن فوق لو تفتكر، فهو نفسه، وانت عارف من الاول ان هو هيبقى في واحد زيه عشان يطيروا مع بعض بخبرتك طبعا، ده لو انت بتحل كتير. بعد كده ماينس اكس سكوير ماينس اكس ماينس 12، عايز رقمين التايمز بتاعهم 12 والديفرنس ما بينهم 1، 4 و 3. يبقى احنا عندنا اكس واكس 4 و 3، طالما الاخيره ماينس الكبير ياخد الميدل ساين والتاني عكسه. هنا
انت شايف ان 9 minus x square انت مش متعود عليها كده، انت متعود عليها x square minus 9. فاحنا ممكن نعمل فيها خير ونعدلها، يعني نقول له هتبقى x square minus 9 بس هنحط قدامها نيجاتيف. طب ما تيجي نعمل لها factorization بالمرة، يعني هنخليها اهي x و x هي كانت كده x square minus 9 difference of two squares، x و x وال9 تبقى 3 و 3 والاتنين زي الايه، او واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. طيب وبعدين النيجاتيف دي مضايقاك صح؟ صح. النيجاتيف اللي مضايقاك دي احنا ممكن نخلص منها، ولكن قبل ما نخلص من اي حاجة وقبل ما نعمل اي حاجة هنروح نجيب الدومين الاول. هنروح نقول له domain of n equal r minus، هنا اللي هيخلي ده بزيرو هو ال 3، فخلاص مش عايزين ال 3. ده مش هيبقى بزيرو وما تقلقش، طول ما انت بتحل في الار ما تقلقش من القوس الكبير اللي بيجي من الديفرنس اوف تو كيوبس. هنا اللي هيخلي ده بزيرو هو ال 3، طب ما احنا كتبناها خلاص سيبك منها. طب هنا اللي هيخلي ده بزيرو نيجاتيف 3، خلاص هات نيجاتيف 3 كمان مش عايزينها، ما ينفعش نعوض بيها. طب فوق وفوق لا مالكش دعوه بيهم لان ده ماينس مش ديفايد. طيب بعد كده هروح اقول له يبقى ال n of x equal، ركز معايا هنبدأ نطير دلوقتي القوس الكبير الجميل ده مع القوس الكبير الجميل ده، ال x بلس 3 مع ال x بلس 3. الماينس ده هنشيله من هنا ونخلي دي بلس، يعني انا هخلص من الماينس ده واخلي دي بلس واكتب اللي هيتبقى معايا. فهيبقى معاك ايه بقى؟ هيتبقى معاك هنا فوق هنا 1 وهنا تحت x ماينس 3، والماينس دي احنا قلنا هنخليها بلس عشان نمشي النيجاتيف ده، وكده يبقى لك هنا x ماينس 4 وتحت هنا x ماينس 3. اقدر ان انا احط denominator واحد واعمل ماينس لان هما الاتنين زي بعض. 1 طبعا احنا خلينا الماينس بقى بلس خلاص، ف 1 بلس x ماينس 4، 1 بلس x ماينس 4 اللي هي تطلع معاك x ماينس 3 over x ماينس 3 فتطلع معاك 1. ويبقى دي الإجابة بتاعتك السمبلست فورم 1 والدومين بتاعنا أهو. بس كده، بس كده، وده يعتبر سؤال مباشر ولكن قلنا نحله عادي مفيش مشكلة. هنا في السؤال اللي عليه الدور بيقول لي by using a general formula find in R the solution set of the equation 5 over x square minus 2 over x equal 1 approximating the result to nearest 3 decimal places، وهفهمك يعني ايه دلوقتي لما نوصل لها. وبيقول لك خد بالك ان روت 6 equal 2.45. حاضر. طيب دلوقتي انا معايا هنا اكس سكوير تحت في الدينومينيتور وهنا اكس تحت، ما احنا متعودين ان هما فوق في الدور اللي فوق، ايه اللي نزلهم تحت؟ فهنا انا متضايق من شكلها مش حلو، اللي مضايقني هو وجود الاكس سكوير والاكس تحت. طب ما نخلص منهم. اخلص منهم ازاي؟ هعمل الايكويشن كلها تايمز اكس سكوير. ايوه ده كده هيخلصك منهم يعني ازاي؟ ما انا هقول لك على حاجه، 5 over x سكوير لما اعمل لها تايمز x سكوير دي هتروح مع دي فهيتبقى لك ال 5 بس. ماشي. طب ودي؟ قال لي نيجاتيف 2 over x لما اعملها تايمز x سكوير فاحنا هنشيل الاكس دي مع الباور 2 لان هما اتنين، x باور 2 دي يعني هما اتنين، شلنا واحده مع واحده تبقى لك واحده. ونيجاتيف 2 تايمز x بنيجاتيف 2x. طب وال1 ايه ده؟ هو كمان ال1 هيتعمل له تايمز؟ طبعا لازم اعمل تايمز في التو سايدز، فبالتالي ال1 هيتعمل له تايمز x سكوير هيبقى x سكوير، وبكده تكون ظبطت شكل الايكويشن بتاعتك. طيب يبقى تعالى كده هنقول له 5 over x square minus 2 over x equal 1، هنقول له by multiplying by x square. دي هتطلع معاك 5 ودي هتطلع معاك قلنا هتطلع نيجاتيف 2x وده هيطلع x square. اتظبطت. خلي بقى يجمع ايه حاجتك ودنيتك دي كلها في مكان واحد. يبقى x سكوير اهي نيجاتيف 2x هتروح لها تبقى بوزيتيف 2x وال5 هتروح لها تبقى ماينس 5 equal 0. هنطلع ال A ب1 هنطلع ال B ب2 هنطلع ال C بنيجاتيف 5. الجنرال فورمولا يلا. الجنرال فورمولا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان ال x equal negative b positive or negative square root ل b باور 2 minus 4ac over 2a. ابدأ عوض يلا. negative b يعني negative 2 positive or negative square root ل b باور 2 يعني 2 باور 2 minus 4 multiply ال a ب 1 multiply ال c بنيجاتيف 5 تحت 2a يعني 2 multiply 1 واللي هتطلع معاك negative 2 positive or negative root 4
plus 20 over 2 multiply 1 اللي هي تبقى 2. طيب دلوقتي احنا معانا، انت دلوقتي ممكن تكتبها على الكالكوليتر، ولكن negative 2 positive or negative دي root 24 over 2. خد بالك ان root 24 هي نفسها root 6 multiply 4 اللي هو 2 root 6. لو كتبتها على الكالكوليتر دي لوحدها هتطلع لك دي. فاحنا ممكن نشيل root 24 ونحط مكانها 2 root 6. نعمل negative 2 divided 2 تبقى negative 1 positive or negative 2 divided 2 راحت يبقى root 6. طيب وبعدين قال لي وبعدين هو كان قايل لك ان روت ال 6 بكام؟ ب 2.45. يبقى negative 1 positive or negative هنشيل الروت 6 ونحط مكانها 2.45 ونحسبها بقى مرة بلس ومرة ماينس. يبقى كده negative 1 plus 2.45 اللي هي هتطلع معاك 1.45 و 2 واللي هي negative 1 minus 2.45 اللي هي negative 3.45. هتقولي طب ايه لازمة ال 2 nearest 3 decimal places؟ اقول لك فنكوش، ملهاش استخدام طالما هو عاطلك دي، عاوزك تعوضها بدي. طيب المهم دلوقتي يبقى احنا عندنا السوليوشن ست بتاعتنا equal يا اما 1.45 يا اما negative 3.45، وهو اللي كان طالب الكلام ده، ودي تكون الفاليو بتاعتها. هو في حالة ان هو ما كانش طالب الروت 6 ما كانش كاتبها، كنت انت هتدوس على الكالكوليتر هتطلع لك ارقام كتير كده بعد البوينت، كان بيقول لك to nearest 3 decimal places. ولان قلت لك هعرفك بتعملها ازاي هفهمك في جنب كده بعيد عن السؤال خالص. السؤال ده كان كفكرة عموما مفيش فيه فكرة غير انك هتعمل ملتبلاي اكس سكوير بس، خلصت. بعد كده كل ده روتيني، انت اي بلاص بيحل اي امتحان عادي بيحله. دلوقتي لما يكون بيقول لك to nearest 3 decimal places، فاحنا اول حاجه معانا ارقام بنسميها ريتش ديجيتس اللي هم ال5 وال6 وال7 وال8 وال9، وفي بور ديجيتس زي بشرحها لك زي جريد 4 اللي هم ال0 وال1 وال2 وال3 وال4. لو انا قلت لك to nearest 3 decimal places يعني مثلا معاك 3.4289667، معرفش فين ال6 بس مش مهم اهي. انا لو قلت لك to nearest 3 decimal places هروح للرقم الثالث اشوف اللي على يمينه ريتش ولا بور. لو ريتش يعطل الايت، لو بور ما يعطلهاش خلاص. ولكن اخري يكون بعد البوينت 3 ارقام، مش عايز الرابع. الرابع بس هشوفه هو ريتش ولا بور قبل ما هيموت، هيعطل الرقم التالت ولا لا. هيعطي يعطلها ويمشي، مش هيعطي يبقى يمشي. كده كده هيمشي، بس قبل ما يموت هشوفه هيعطي ولا لا. يعني في سؤال زي ده هتكون امسح العلامه دي، هتكون 3.429. ليه؟ لان ال 9 دي ريتش هتعطل ال 8. طب في نفس السؤال ده لو قال لك to nearest hundredth أو to nearest two decimal places، فهنا two السكند decimal place هو 2 اللي على يمينه 8 rich فيبقى 3.43. طب لو قال لك to nearest one decimal place، الفيرست decimal place هو 4 اللي على يمينه 2 بور مش هتعطي، يبقى 4 تقعد زي ما هي 3.4. ده في حالة ان هو طالب منك to nearest one decimal place to nearest two decimal places to nearest three decimal places 4 decimal places زي ما هو عايز. هنا في سؤال كمان ان شاء الله يكون سؤال سهل وبسيط. بيقول لي x square plus x plus 1 over x power 3 minus 1 divide، وخد بالك من الديفايد عشان الدومين بتاعها خطر شوية. فتعالى هنروح نعمل فاكتورايزيشن زي ما عملنا في سؤال الماينس. هنروح نقول له n of x equal أول حاجة هنا x square plus x plus 1، عايز رقمين التايمز بتاعهم 1 والبلس بتاعهم 1 مفيش، فهيتساب زي ما هو. واظن انت لما شفت تحت x باور 3 minus 1 عينك لمعت وخدت بالك ان في حاجه كده هتحصل، وهي ان ده لما يجي يتعمل له فاكتورايزيشن هيتعمل قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير هو x minus 1 والقوس الكبير هو نفسه القوس اللي فوق اللي هو x square plus x plus 1 divide اهي x square minus x هناخد منهم ال x common factor يبقى لي x minus 1 تحت فاكتورايزيشن x و x رقمين التايمز بتاعهم 1 والبلس 2 يبقى 1 و1 الاخيره بوزيتيف يبقى الاتنين زي اللي في النص ماينس ماينس. هنروح نجيب الدومين الاول equal domain of n
ار ماينس ايه اللي هيخلي ده بزيرو؟ ال1 مش عايزه. ايه اللي هيخلي ده بزيرو؟ ما تخافش اطمن. ايه اللي هيخلي ده بزيرو؟ ال1 مش عايزه، خلاص كتبناه. ايه اللي هيخلي ده بزيرو؟ برضه ال1 مش عايزه واحنا خلاص كتبناه. اطلع بقى فوق هنا عشان ده اللي هيتقلب لما تيجي تقول له ليف اكستشينج فليب، ده اللي هيتقلب، ده اللي هيتعمل له مالتيبليكيتيف انفيرس. فبالتالي انا هشوف ده كمان ايه اللي هيخليه بزيرو واشيله. ايه اللي هيخليك بزيرو؟ الاكس تكون بزيرو نفسها. ايه اللي هيخليك بزيرو؟ ال1. خلاص ما احنا كتبناه 7000 مره مش هنكتبه. بعد كده اروح اقول له ان اوف اكس ايكوال، هكتب نفس الكلام ده، ده نفسه هكتبه زي ما هو، زي ما هو. ده بقى هنقله ازاي؟ ده هيبقى فوق بدل ما هو تحت، وده بدل ما هو فوق هيبقى ايه؟ تحت. ده بدل اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت. والديفايد هنخليها تايمز. احنا عملنا ايه؟ ثبتنا وحولنا وشقلبنا. ثبتنا ده زي ما هو، حولنا الديفايد لتايمز، وشقلبنا ده اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. دلوقتي اللحظة اللي انت مستنيها من اول ما بدأنا السؤال، وهي انك تطير القوس ده مع ده، وتطير ده مع ده، وتطير ده مع ده، ما تبقاش حد غير الاكس. يعني فوق 1 وتحت ما تبقاش غير الاكس، وتكون دي السمبلست فورم بتاعتك، ويكون ده الدومين بتاعك. اوعى تنسى تكتب الدومين حتى لو ما طلبوش، حتى لو ما طلبوش. هنا في اخر سؤال في الموديل الاولاني، قبل ما نبدأ نحله بس هنصلح مشكلة صغيرة، وهي ان ال probability of A equal 0.3، وان probability of A minus ال B هي 0.2. هنظبط بس الارقام، نعكس الرقمين ده عشان السؤال كده مش هيبقى مظبوط. بعد كده نبدأ نحل. عايز ال probability of B. طيب مين هنا ممكن استخدمه عشان يجيب لي ال probability of B؟ دي ممكن استخدمها. طيب انا عشان استخدمها او عشان اجيبها محتاج اجيب ايه؟ قال لي انت عشان تجيب ال probability of B minus A وتفكها وتجيب منها ال probability of B، بص، probability of B minus ال A equal probability of الأولى اللي هي B اللي انت أصلا بتدور عليها minus ال probability بتاعت ال A intersection B. جميل جميل. طيب دي معاك ب 0.4 ودي انت طالبها. طب ودي الانترسكشن فين؟ مش معايا، يبقى لازم اروح اجيب ده الاول عشان اعرف اجيب اللي هو طالبه. طب هجيب اللي هو طالبه ده ازاي؟ او هجيب الانترسكشن ده ازاي؟ باستخدام الاتنين اللي في الاول دول. فانا في الاول هروح اقول له probability of A minus B equal probability of A minus ال probability بتاعت الانترسكشن. ال probability of A minus B 0.2، ال probability of A ب 0.3 minus ال probability بتاعت الانترسكشن احنا عايزينها. فبالتالي هتبقى ال probability بتاعت ال A intersection B equal 0.3 minus 0.2، واللي هتطلع معايا 0.1. ده كده ال probability of A intersection B. فارجع بعد كده اقول له then probability of B minus A equal probability of B minus ال probability of A intersection B. طبعا A intersection B هي نفسها B intersection A. طيب هنا probability of A minus B minus A هو مديهالك ب 0.4 equal probability of B احنا عايزينها minus ال intersection احنا جبناها ب 0.1. عايز ال probability of B، يبقى ال probability of B equal 0.4 plus عشان ده هتروح الناحية التانية plus 0.1 يبقى 0.5. ده الطلب الأولاني. طب والطلب التاني قال انا عايز اليونيون. حاضر، انا واخد قانون لليونيون بيقول لي probability of A union B equal probability of A، وهزود عليهم ال probability of B. بس ما تنساش تماينس الانترسكشن عشان ايه؟ ما يبقاش حسبت الانترسكشن مرتين. ال A معاك ب 0.3، ال B معاك ب 0.5 ماينس الانترسكشن 0.1 اللي احنا كنا جبناها هنا، ما تنساش. يبقى كده 0.3 0.5 0.8 ماينس 0.1 يبقى 0.7، ودي تكون ده كده اليونيون، وده كده ال probability of B اللي هو كان طلبها. وده كده الامتحان الأول في مذكرة توجيه داخلية 2026 لبريب 3.